عزيزي القارئ، عزيزتي القارئة، لماذا أعود الآن لكتابة قصة حب؟ هل للحب رواية أخيرة؟ وهل بقي لإنسان هذا العصر وقت يضيعه في قراءة قصة حب؟ كان دايما صوتها الحنين، وكتابتها لمبة سهاري بتنور القلب قبل الورق. في الزمن اللي بنجري فيه في حد بيقرر يكتب عن اللي فات، مش هروب لكن حب ودفى وونس. النهاردة سوزي عليان اللي حكت لنا سنين من غير ما نسمع صوتها هتتكلم بصوتها لأول مرة، وهتكون ضيفتي في بودكاست حكايات من الزمن الجميل. استنوا الحلقة اللي هتلمس فيكم حاجة من أيام كانت حلوة ولسه جوانا. هاتلي زمان وناس زمان، وهاتلي الضحكة اللي كانت بتسمع الجيران، هاتلي الفرحة اللي نسيتها من زمان، هاتلي الناس الطيبة اللي كان وسطيهم أمان، هاتلي اخوات تحب بعض، وهاتلي ناس قلوبها صافية، وهاتلي ناس ذكرياتهم في عقل محفورة. ونحن عارفين احنا مين ولا فين.